هل ممكن بنت بسيطة تظهر على السوشيال ميديا بمظهر بسيط وتكون في الحقيقة تمتلك 15 مليون جنيه عقارات؟ ده مش خيال، ده واقع في قضية سوزي الأردنية. التحريات كشفت إن الثروة دي مش جاية من شغل معروف ولا ورث طبعا، ولكن من مسارات تانية خطيرة جدا اسمها غسيل الأموال. اللي حصل مع سوزي مش مجرد قصة غريبة، ده جرس انذار لكل حد بيفكر يختصر الطريق او ينجرف ورا اللمعان اللي ملوش اساس. الفيديو ده مهم جدا، اعملوا لايك وشير علشان يوصل لاكبر عدد من الناس، ولو محتواي عجبكم تابعوني على اليوتيوب وعلى الفيسبوك علشان اللي جاي اقوى. انا اسيا عبد الرحمن ودي نضارة سودا، يلا بينا. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، ويلا نبدأ فيديو النهاردة. التحريات أثبتت إن سوزي الأردنية تمتلك عقارات ب15 مليون جنيه عن طريق غسيل الأموال طبعا. طيب أنا رأيي إن البنت دي ضحية الظروف، وإنها اتضحك عليها، استغلوها واستغلوا سنها الصغير علشان يحققوا أغراضهم. الأهل هنا لازم تتعلم، كل أب وكل أم عندهم بنت أو شاب على التيك توك أو أي مواقع تواصل اجتماعي، أنصحهم أفهمهم إن محدش بيدي فلوس من غير مقابل، وإن مش كل حاجة الفلوس. لو ربيتوا أولادكم إن كل حاجة وأهم حاجة الفلوس هيغلطوا علشان الفلوس، لكن لو علمتوهم إن القناعة كنز لا يفنى، وإن الرضا لمن يرضى، وإن المحتوى الهادف أهم مليون مرة من إني أرخص نفسي علشان الفلوس. وعايزة أقول حاجة، مش كل اللي داخلين على التيك توك محتواهم مسيء، في شباب وبنات كتير جدا محتواهم هادف، ومش كل اللي بيدخل على اللايف بياخدوا تدعيمات غسيل أموال. في شباب وبنات محترمين جدا بيدخلوا اللايف علشان يسلموا على الفانز بتوعهم، والناس بتدعمهم علشان بتحبهم. واحنا واجبنا ندعم اي محتوى محترم هادف علشان يكبر ويوصل لكل الناس. في مواقع كتير جدا مسيئة محدش جاب سيرتها، المشكلة مش في المواقع، المشكلة في عقول شبابنا وبناتنا. نربيهم صح وعلى مبادئ معينة هيختاروا اللي شبههم. أنا أعرف بنات كتير جدا بتشتغل أكتر من 12 ساعة ب1000 جنيه في الشهر وراضية وبتحمد ربنا، وأعرف شباب بتشتغل ب4000 وب6000 جنيه في الشهر وبيحمد ربنا. لكن أصحاب المحتويات المسيئة بيكسبوا ألفات في الساعة ومش راضين ولا عندهم قناعة. أهل سوزي الأردنية ضحايا، هما ما عندهمش الوعي ولا الثقافة اللي يوعوا بيهم بنتهم، وفي غيرهم كتير جدا. لكن لو جبنا دكتور جامعي او محامي او مهندس او دكتور، اكيد مش هيسيب اولاده يعملوا كده على التيك توك، ويكون عندهم التوعية الكفاية اللي يوعوا بيهم اولادهم. لكن للاسف دول ضحايا. اللي حصل مع سوزي بيحصل حوالينا باشكال مختلفة كل يوم. ناس بتظهر فجأة بثروات غريبة ومظاهر براقة، لكن في الكواليس في افعال غير قانونية وخطر بيهدد المجتمع كله. غسيل الأموال مش بس جريمة مالية، دي بوابة بتفتح أبواب لجرائم أكبر زي تجارة الأعضاء والمخدرات وغيرها كتير. علشان كده مهم نكون واعيين ونفكر 10 مرات قبل ما نصدق المظاهر. لو الكلام اللي قلته لمسك أو فتح عينيك على زاوية جديدة، شاركها مع كل اللي حواليك وساعدنا نوصل التوعية لأكبر عدد من الناس. واكتب لنا رأيك في التعليقات، هل تعتقد ان اهل سوزي مسؤولين عن اللي هي فيه ولا اهلها ضحايا زيها؟ وعايزه اقول لكم، ورا كل نضاره سودا في كلام كتير لسه ما اتقالش. انا اسيا عبد الرحمن، سلام.